بهذه الأجواء الرائعة في ملعب لوسيل كل شيء جاهز والكل متحمس لهذه المباراة. أنا فارس عوض من كابينة التعليق، سأرافقكم طيلة أوقات هذا اللقاء. واليوم لدينا مواجهة كبيرة في ربع نهائي كأس العالم، إيطاليا ضد منتخب فرنسا. مباراة كبيرة وغير عادية، تتكلم عن الترشيحات التي تأتي في خانة الفريق الضيف، لكن مع إصرار أصحاب الأرض ودعم الجماهير قد نكون على موعد مع مباراة كبيرة متكافئة. في كرة القدم لا شيء مستحيل، ومن يبذل الجهد ومن يقدم العطاء يحسم النتيجة. تدخل وكرة تبعد. فيدريكو كييزا، إيموبيلي، ممتاز التدخل من جانب رافائيل فاران. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. يا الله، مرونة غير عادية من لوريس. بيخلصها، بيبعدها بعيدة بمبدأ الأمان. بتروح الكرة من مبابي. لورينزو انسيني، حلوة البينية العالية. تدخل ممتاز، بيخلص الخطورة من منطقته. أنطوان غريزمان، كريم بنزيما. بنزيما يحاول دعم الهجوم. فرصة خطيرة جدا أمام المرمى، لكن الرأسية افتقدت إلى الدقة وبالتالي الكرة بتضيع. فرانشيسكو أتشيربي، إيموبيلي. يا سلام على التدخل بدون مشاكل. كومان، جورجينيو، وصلت عند انسيني. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. حكم اللقاء يحتسب دقيقتين كوقت بدل ضايع. كريم بنزيما، كومان، ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. الحكم ينهي الشوط الأول والفريقان إلى غرف الملابس لالتقاط الأنفاس ثم للعودة مرة أخرى. الشوط الثاني يبدأ مع المنتخب الفرنسي. تدخل والكرة بتروح. فيدريكو كييزا، الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. بول بوجبا، أنطوان غريزمان. الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. الكرة الآن في حوزة فرنسا. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. تدخل جميل من اللاعب كريم بنزيما. توغل هجومي مميز من الديوك الآن. إيموبيلي، إنسيني يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. حارس يذهب للإمساك بالكرة. بول بوجبا، تمريرة باتجاه إيموبيلي. آخر من لمس الكرة كان المدافع وبالتالي ضربة ركنية. أعتقد المدرب راح يدفع بلاعب بديل في اللحظات القادمة. برافو للمدافع، خلص الكرة بعيدة جدا عن المرمى. تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن بدون دقة، بدون تركيز، بدون أي خطورة.
ما تزال نتيجة تعادل بين الفريقين، وكل ما يفصلنا عن صافرة النهاية 5 دقائق ليس إلا. تدخل ممتاز هنا. منتخب إيطاليا يستعيد الكرة. لاعب يفقد السيطرة على الكرة، بالتالي الكرة بتتحول إلى خارج الملعب. المدرب راح يدفع بلاعب بديل في الدقائق القادمة. الوقت بدأ الضايع في تقدير حكم المباراة. 3 دقائق. لورينزو بيلغريني، فيدريكو كييزا، الحلول أمامه في الهجوم. يتصدى لوريس. الخطورة مستمرة، خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. الآن نتواصل مع الإثارة في هذه المباراة الماراثونية مع انطلاق الشوط الأول من الوقت الإضافي. تدخل يبعد الكرة. كيليان مبابي. المنتخب الفرنسي يفقد الكرة، وهنا خطأ يحتسب لمصلحة الديوك والمنتخب الفرنسي. شوف تنفيذ الكرة الثابتة، لكن الله على حارس المرمى بكل هدوء يسيطر على هذه الكرة. جوليس كوندي. بول بوجبا. الشوط الإضافي الثاني يبدأ مع ركلة البداية. كيمبيمبي. بول بوجبا. مبابي. حلو التدخل واعتراض الكرة. عندنا 7 دقائق حتى نهاية المباراة بشوطيها الإضافيين. تمركز ممتاز يساعدك في قطع الكرة. غريزمان. إذن مع ركلة الترجيح الأولى. ضربة جزاء ناجحة في الشباك. يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء في هذه اللحظات. من يسجل من كل الأوضاع، لن يهدرها من علامة الجزاء. تنفيذ ممتاز من اللاعب. ضربة جزاء يحولها في الشباك مباشرة. الآن يحضر نفسه لتنفيذ ركلة الجزاء. يا رباه، الكرة بعيدة عن المرمى. يرسلها إلى الشباك. تنفيذ ناجح من اللاعب. يستعد لتسديد ركلة الجزاء. توقع ممتاز لوجهة الكرة. الحارس يوقف ركلة الترجيح. لو نفذها بنجاح سيفوز الفريق. الله، تنفيذ ممتاز من اللاعب. ركلة تنفذ بنجاح.